بلاش دفايات ولا تكييفات، واقعدوا في اوضه واحده ووفروا في الكهرباء. يا ترى هي مصر كان فيها ازمه كهرباء بجد ولا دي كانت مؤامره؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. قبل كده كنا اتناقشنا في موضوع جودة الكهرباء وممكن نرجع للفيديو ده، لكن المرة دي السؤال مختلف ومهم جدا. بس قبل ما اجاوبك عليه خلينا نروح سوا في لفة على اللي حصل في السنين اللي فاتت، ويمكن الزمن هو اللي يجاوبك عليه. في الاول كده انت الكهرباء بتقطع عندك دلوقتي كل قد ايه؟ طيب نرجع لورا شوية، فاكر قبل 8 سنين الوضع كان عامل ازاي؟ في الوقت اللي اغلب الدول الاوروبية بتشهد فيه موجة ظلام، وبنشوف صورهم هم بيستخدموا الشمع بسبب انقطاع الكهرباء، وانه في ازمة طاقة شديدة ضربت بعض الدول دي، هنا في مصر الوضع مستقر والدنيا منورة وأزمة انقطاع الكهرباء بقت جزء من الماضي. طيب هو ايه التحول اللي حصل ده؟ في خلال 8 سنين وصلنا للمرحلة دي، لأن خلالهم حصل استثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 449 مليار جنيه. طيب هو في الأول كان الاستثمارات دي كام؟ كانت 113 مليار جنيه بس، يعني احنا قفزنا بشكل كبير جدا حوالي 297%. الدولة كثفت جهودها وفي خطة 2022-2023 كانت بتستهدف توجيه استثمارات بقيمة 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، وده لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء، وكمان تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية. في خلال ال8 سنين اللي فاتوا دول الاهتمام الكبير بملف الكهرباء والاستثمارات قدروا يحققوا النقلة الكبيرة دي، وتحولنا من اننا في 2014 كان عندنا عجز يومي بحوالي 6000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية المولدة، وبقينا في 2020 عندنا فائض حوالي 13000 ميجا وات. يعني خرجنا من نقطة اننا مش لاقيين كهرباء لاننا بقى عندنا كهرباء وزيادة الحمد لله. إجمالي القدرات المضافة بلغت حوالي 31000 ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، وبكده الدولة نجحت في إنهاء ظاهرة انقطاع الكهرباء. في مشروعات مهمة كتيرة اتعملت في ملف الكهرباء، خليني أقولها لك واستحمل شوية الأرقام اللي هتتقال. اتعمل 48 مشروع لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية، حلو قوي، وكمان 375 مشروع لنقل الكهرباء، ومشروعات تانية لتوزيع الكهرباء واللي وصل استثمارها لحوالي 112.5 مليار جنيه. التوسع في مشروعات الكهرباء كان فيه تنوع كبير، وكان فيه جهود علشان الشبكة الحالية تتحول لشبكة رقمية، علشان كده تم إنشاء أول مركز للتحكم الآلي في شبكة التوزيع. وما ننساش ملف الطاقة المتجددة. هل سمعت عن مشروع بنبان؟ لو ما سمعتش فأنت محتاج تعرف إن مجمع بنبان هو أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وبقدرة إجمالية 1465 ميجا وات، وهو ساهم في توفير أكتر من 10000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة خلال تنفيذه وتشغيله. وده برضه غير التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وده بيجي في ظل ملف مواجهة تداعيات التغير المناخي. ومن الطاقات المتجددة زي الرياح والطاقة الشمسية والمائية تم إضافة قدرات توليد بنحو 2616 ميجا وات، وده كان من خلال تنفيذ 9 مشروعات كان من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية. فاكر لما قلنا كان في عجز في الكهرباء عندنا؟ احنا حاليا بنصدر الكهرباء، لأننا حققنا كمان معدل نمو بلغ 116% في صادرات الطاقة الكهربائية، وده بجانب تقدم مصر 44 مركز في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، ومصر كمان اتقدمت 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة، وده بجانب اللي حصل في خدمات الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة، وكمية القرى والمراكز والنجوع اللي وصل لها الكهرباء، واللي زي ما قلت قبل كده مبادرة حياة كريمة دي ليها فيديوهات كتيرة لوحدها إن شاء الله. هل حصل فعلا شغل في ملف الكهرباء ولا احنا ما كانش عندنا أزمة ودي كانت مؤامرة؟ وبكده السؤال الصح هنا، تفتكروا لو ما كانتش الدولة عملت كل الشغل ده في ملف الكهرباء، يا ترى وضعنا كان دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ سلام.